في نوع من الصمت بيكسر القلب، بس مش صمت ابنك لما بيكون زعلان، لكن صمته لما بيبدأ يسمع كلام الزمن قبل ما يسمعك انت. مش دايما الطفل بيتكلم، بس دايما بيحس وبيسجل. ويا ويلك لو سجل انك ما كنتش شايفه بس كنت شايف حلمك فيه. انا حاتم راضي، والنهارده بنكمل كلامنا في سلسله التوعيه التربويه وكيفيه التعامل مع الابناء. كتير من الاهالي بيحاولوا يزرعوا طموحاتهم في ولادهم، وبيفترضوا ان النجاح هيغير كل شيء، لكن الحقيقه الطفل بيحتاج يسمع ويتسمع، يتحب ويتحس، مش يدفع ويشكل على مزاج اي حد. عارفين اندريا جاسي، اسطوره العالم في التنس، الاسطوره اللي كانت كل الدنيا شايفاه بطل التنس، لكن هو كان شايف نفسه اسير للعبه. اندريه في كتابه اوبن كتب عن جرح عمره وعن الجانب المظلم في طفولته. كتب عن والده اللي قرر ان ابنه لازم يبقى بطل في التنس مهما كان الثمن. اندريا جاسي كان بيقول والده كان صارم جدا لحد القسوه، لدرجه انه عمل له آلة اسمها التنين. تخيل الطفل بيلعب مع آلة اسمها التنين. الآلة دي كانت بتعمل ايه؟ هي بتقذف كور التنس بشكل متتالي، وكان هو ما عليه غير انه يرد الكور ويعاود ضرب الكور مرة تانية. فتخيل ان الطفل اللي هو كان كل حلمه يلعب ويفرح ويتبسط، بقى شايف ان هو كل ما عليه ان هو يعيد ضرب الكور دي واحدة ورا التانية. لقى نفسه مسجون داخل الملعب بيواجه بس الكور دي. أجاسي وصف والده ان هو ما شافش فيه غير مشروع بطل، ما فكرش في مشاعره كطفل. وكان بيقول ان كان الضغط بيزيد عليه كل يوم، حتى اصبح بالنسبه له التنس رمز للمعاناه اكتر منه شغف. كبر اندريا جاسي وكسب بطولات واتشهر وبقى غني، بس خسر متعه اللعبه. ومن هنا كانت المفارقه بقى الكبيره جدا والغريبه. اسطوره عظيمه بيعترف انه بيكره الرياضه اللي صنعت مجده. وهنا السؤال، كام اب وام النهارده بيعملوا كده مع اولادهم؟ اوعى تفتكر انك بتصنع بطل لما بتضغط على ابنك. بالعكس، انت ممكن تكون بتكسر قلبه بصمت وبهدوء من غير حتى ما تحس. ربي ابنك بحب مش بطموحاتك. قبل ما الزمن يعلمه القسوة علمه انت الرحمة. قبل ما الحياة تعلمه الصمت علمه ان هو يتكلم. اسمعه قبل الزمن ما يسمعه، لان الزمن قاسي وما بيحنش على الطفل اللي ما تسمعش، وما بيرحمش اللي ما سمعناهمش. الرسالة ابنك مش نسخة منك ولا مشروع بتتحكم فيه، هو انسان بيكبر قدامك، محتاجك تفهمه مش تسيطر عليه، محتاجك تبقى بوصلة مش درع. لو شايف الكلام ده مهم في السلسلة دي ليك، اشترك في القناة علشان تتابع الحلقات، وسيب لي رأيك في كومنت، يمكن تجربتك تنور طريق حد تاني، وشارك الفيديو يمكن يفرق مع حد. أتمنى لكم حياة سعيدة ليكم ولأبنائكم، وأشوفكم على خير. باي باي.